معايا حله ومعايا فرختنا الجميله اهي يا جماعه، مغسوله من جوه كويس، متشال الفشش، متشال الكبده، متشال منها اي حاجه وكل حاجه. تمام كده. يعني خليكي كده ايه خطوه بخطوه معايا، ان انت ايه شايله الفشش، شايله اي حاجه ملهاش اي علاقه باي لازمه خالص، ملهاش اي علاقه خالص. تمام كده. نعمل ايه بقى؟ عملنا الخلطه الجميله بتاعتنا. تمام. طبعا الخلطه دي يا جماعه اللي عايزها يخش على الصفحه هيلاقي فيه حاجات كتيره جدا. طبعا انا هسويها يا جماعه في الخلطه دي، غير ان هي تبقى متبله فيها، هسويها فيها. مش هحتاج بقى ولا ميه ولا هحتاج اي حاجه. هسويها فين؟ على البوتاجاز. يعني انا كده كده هسويها ايه على البوتاجاز. تمام كده. بصي ما شاء الله الفرخه كده هسويها بقى على البوتاجاز. اللي بقى هسويها على البوتاجاز وبعد كده احطها في الاير فراير، هتطلع لك مشويه زي من كام يوم كده. انا كنت منزله لكم فيديو مكرونه بشاميل وجنبيه فرخه، كان الفرخه نفس القصه. بعد ما سويتها التتبيله بقى بتاعتها الرهيبه، اللي هي البصل والليمون والزيت والخل والتوابل والفلفل والجزر، كل حاجه والصلصه والطماطم، حطيت توابل، حطيت حاجات كتير. بعد كده اروح ضربهم في الخلاط. بعد كده اسقيهم الفرخه التتبيله يا جماعه. بصي هتعملي احلى فرخه مشويه في البيت. سيبك بقى من اي طريقه بتعمليها ولا اي مش عارفه ايه والكلام ده، انا بنزل لكم على الصفحه كل حاجه انتوا محتاجينها. تمام كده. يعني مش هتدفعوا فلوس لما تخشوا تشوفوا الطريقه، هتديكي طريقه حلوه لو عندك عزومه، لو بتطلعي واجبات، لو عندك حد اي حاجه بتعملي مشروع ليكي، الكلام ده كله. الفراخ معاك هتنجح بطريقه رهيبه، واللحمه برضك والكلام ده كله يا جماعه، البط كذلك الامر. الرومي يعني هيطلع لك نفس النتيجه يا جماعه. عايزه تغمقي كده الصلصه تاني، حطي معلقتين صلصه تاني، ممكن احط معلقتين صلصه تاني. وبعد كده هسيبها على البوتاجاز، هسيبها تشرب شويه وبعد كده هسيبها على البوتاجاز بقى تستوي يا جماعه. اللهم بارك، هتطلع لك حلوه قوي. هتطلعيها تحطيها في الاير فراير. طيب لو هتدهنيها زيت ادهنيها، مش هتدهنيها لو هي فيها ما مش هتحتاجي.